الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك يا حبيبتي. انت ما نمتش طبعا. لا. عارفة، ببقى شايلة همك وانت راجع من الدار، وانا عارفة انك مسافر عشان تشوف حسن. الواد ده بيوحشني قوي يا جيهان. تعرف يا زين، ساعات ببقى خايفة قوي أحسن تكون زعلان مني، وربنا العالم والله أنا ما كنت أحب أفرق بينه وبين ولادي أبدا. انت مالكيش دعوه بالقصه دي خالص، هو اللي اختار. تعال ارتاح شوية. لا انا مش هنام. انت اللي شكلك مش عاجبني، شكلك تعبان. لا، شوية صداع وخلص. خوفي عليك أنت والولاد اللي عمره ما بيخلص. على العموم بعد ما اخلص الاجتماع نسافر نعمل تحليلات انا وانتي عشان نطمن، عشان ما بحبش اشوفك تعبانه. أنا عمري ما ببقى تعبانة وأنت جنبي. يلا تعالى جنبي. ولما هو ابوك زين العطار عايش معانا هنا ليه يا حسن؟ عشان انا بحب اعيش هنا يا عم الدمر. طب هو زين العطار مش عايش معانا هنا ليه يا حسن؟ عشان هو عنده شغل. في اسئله تانية ولا نكمل؟ هو احنا هنعيش طول عمرنا هنا يا حسن؟ لا طبعا. لما تكبر لو عايز تمشي بتمشي، ولو عايز تكمل كده زينا هنا تعلم ناس ثانيه غيرك بتكمل. خلصت ولا في حاجه تانية عايزين نكمل؟ بقول لك ايه؟ عرفت تقدر تخرج بقى من الدار. فعلا؟ عزيز تعالى كمل الدرس معاهم. لا انا عايز اجي معاكم. اشمعنى انا اللي اكمل الدرس؟ يا عم اسكت بقى يلا. انتوا بتعملوا معايا كده ليه يا جماعه؟ مش عايز ولا كلمه. انا اللي هيجنني حاجه واحده، ما دام هو ابو زين العطار عايش معانا هنا ليه؟ الحمد لله على سلامتك يا بابا. الله يسلمك يا حبيبتي. عاملين ايه يا ولاد؟ انا بخير يا بابا الحمد لله. يا ابني ما تشيل عينك من البتاع ده وتخليك معانا شويه. طب ما انا معاك اهو يا بابا. معلش يا بابا اصل دي بيسموها كده اعراض المراهقه. معلش يا بابا، بس حضرتك على طول بتتكلم في الشغل وانا ما بفهمش فيه. تفهمش فيه؟ انت ما بقتش صغير. من بكره هتنزل الشركه. طب وبالنسبه للكليه؟ الكليه مع الشركه. صح طبعا طبعا، انت كلامك كله صح. ان شاء الله من بكره حازم هيعرف يوضب مواعيده بين دراسته في الجامعه وبين الشركه والشغل. هتشوف ده بقى راجل اهو، هتشوف هيعمل ايه ده. هيعمل ايه يعني؟ يشتغل. على فكره انا بكره هبقى زي زكريا وهتشوف. زكريا؟ يا ريتك عشر زكريا. انا تمن زكريا. وانا تلت زكريا. على فكره يا جيهان انا قلت للكل يجوا النهارده. مين الكل؟ عيلتنا والكبار التانيين مع عوايلهم. يا نهار ابيض يا زين، طب مش تديني خبر قبلها بشويه عشان نجهز؟ مفيش حاجه هتتعمل، احنا لسه خارجين من ميتم وعزا. هيجوا يشربوا الشاي ويسمعوا الكلمتين اللي هقولهم وهيروحوا. النهارده هقول لهم مين هيبقى الكبير. بس العملية دي كبيرة قوي يا بشوات، وهنحتاج رجالة يشيلوا معانا. الرجالة دايما من عندك يا عم غزال. عندي يا باشا. خلاص يا غزال، شوف الناس اللي هتحتاجهم وكلمهم، بس المهم العملية ما تخرش المية، ما يكونش فيها غلط بنسبة 1%. معلوم يا باشا، بس اسمح لي يعني أنا مستغرب شوية. زين باشا ما يبقاش موجود في عملية كبيرة زي دي. هو كفل الشر عيان ولا في حاجة بتدور من تحت الترابيزة؟ احكولي وفهموني. بقى ايه يا غزال؟ احنا اللي بينا شغل وانت بتعمله وبتاخد عليه نسبة بما يرضي الله. الحكاوي والحواديت ولادة النسوان ده بقى نخليه لما نفضى. احنا عندنا عملية الناس اللي هتعملها لسه ما جهزتش. معلوم يا باشا معلوم. انزل انا بقى علشان اجيب الرجال. بالسلامة. الله يسلمك. اهدي، خليك ورا العيال. يعني كان لازمتها ايه المشوره دي؟ ما كنا بيتنا في القصر وخلاص. اوامر اخوك ولازم تتنفس. لا، المره دي لو الاوامر مش عجباني مش هنفذها. يا بنت راكبين ليه مع صبري؟ يا اخويا توك ما افتكرت البنت فين؟ قالوا يركبوا هناك يسمعوا شرايط واغاني ومدري ايه. ما انت خابر بنتك لازقه هناك ليه؟ ربنا يحفظهم.
وينولوا من اللي ببالهم. لا، ينولني انا اللي في بالي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا زينب. بقول ايه؟ بقول حسبي الله في اللي زعل زينب. ايوه. مالك؟ عمال تنفخ ليه من ساعة ما ركبنا؟ معرفش الدنيا زحمة ليه كده؟ طب اهدى بس. ما انا هذا ما نشوف اخرتها. سيبك منه يا رجاي، اللي منرفز عبد الله حاجة تاني. بقول لك ايه يا عبد الله، زكريا هو اللي هيبقى الكبير، عشان ما فيش حد ينفع يكون كبير غيره. ما كفايه نفخ بقى في الاكلادور ده، اتنفخنا معاك. ايه في ايه؟ ما انت عمال تنفخ من الصبح، محدش قالك حاجه. محسسني يعني ان انت هتخترع الذره. اخترع الذره؟ يا سلام على غباوتك. ما احنا لو فتحنا القاموس وطلعنا كلمه غباء هنلاقي صورتك يا نادي. عايز تقول ايه؟ عمال تلف وتبرم كده على ايه؟ عمال تك 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 تك. هات من الاخر. والنبي تقفلي صندوق الزباله ده بدل ما قطه تنط كده ولا كده. يا بنت بقول لك انا مش حلو مع شروق. شروق ممكن تلبسنا خازوق من ساعه ما مسكتها الكباريه. الان يا ناديه. ما تقول لي انت عايز ايه وتديها لي صريحه كده. عايزك تنزلي تشتغلي بدل ما انت مفرشاحه في الزريبه اللي هتتلم قريب ان شاء الله، وساعتها اللي هيبقى فيه بيت ولا كباريه ولا 5 جنيه، ولو حبينا ننتحر مش هنلاقي تمن السم اللي بننتحر بيه. انا عايزك تشتغلي يا ناديه، ولو مش لاقيه حد اشوف لك حد يشغلك. وهشتغل ايه بقى ان شاء الله؟ رقاصه. يا نسيبتي، هتشغل بنتك رقاصه؟ اشغل امي رقاصه الله يرحمها. وبعدين ما الحكايه كلها قريبه من بعضها. مرات ابوكي الباشمهندسه رقاصه، واخوكي مطرب شعبي، وناقص ان انا اجيب الطبله ونعمل فرقه الرايق للفنون الشعبيه. تممت على الحرس يا فارس وتأكدت من الناس اللي بيخدموا؟ ايوه يا عمي، وكل حاجه تمام. مالك قالب وشك كده ليه؟ لا ما قلبش وش ولا حاجه، انا بس خايف عليك يا عمي، ما استحملش يجرى لك حاجه. وبعدين يا عمي ما كانش له لزوم، يعني ما كانش ليه لزوم كل ده يحصل. قرب يا فارس، قرب. انت بتصدقني لما اتكلم؟ طبعا يا عمي، وانا قلت حاجه تانية؟ يبقى لازم تعرف ان هو ده الوقت الصح، وما تقلقش مش هيجرالي حاجه، عشان احنا عاملين حساب كل حاجه. يا عمي كل اللي جرى لهم حاجه قالوا احنا عاملين حسابنا على كل حاجه. وجرى لهم حاجه؟ ما تنشف ياض كده وتسترجل. حاضر يا عمي. ايه اللي عمي؟ وانا مش ابوك ياض ولا ايه؟ انا ابوك ولا عمك؟ ابويا يا عمي. اما جفلب صحيح. انا ماليش ابوات غيرك، معرفش غيرك يا عمي. ما تزعلش من ابوك هذا يا فارس، ابوك راجل طيب، بس هو بيحب نفسه شويتين زياده. اديك قلتها يا عمي، بيحب نفسه شويتين زياده، يعني ما سابليش شويه. لو كان ابوي بقى على الورق بشهاده الميلاد والبطاقه يبقى ابوي عند الحكومه. انا ما اعرفش ابوات غيرك، وبعدين الحمد لله لو ما كانش ده حصل ما عايش جنبك طول السنين دي.